السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي حلوى بذوق النواة كوكو، الحلوى اللي زقسوني عليها بزاف. كاين بزاف اللي يبغوا ذوق النواة كوكو، غادي نحاول ننوع لكم في الفيديوهات ونجيب لكم لي صابلي باذواق مختلفه. الوصفه تاع نهار اليوم وصفه سهله خفيفه بكريمه من اروع ما يكون، نتمنى ان شاء الله تجربوها. نوضوا بسم الله على بركه الله. بالمقادير نحتاجو 75 غرام تاع زبده طريه، 2 مغارف كبار تاع سكر ناعم، حبه بيض كامله، 2 مغارف كبار تاع زيت، وهنايا عندنا 2 مغارف كبار تاع جوز الهند، نص كيس خميره كيميائيه، والفرينه باه نلمو الخليط تاعنا. اول حاجه شنديرو، اول حاجه دائما كيما معولفتكم الزبده تخلطوها مليح مع السكر ناعم حتى يذوب داك السكر ناعم، ومن بعد نضيفوا ليها الحبه تاع البيض تاعنا كامله، ومن بعد كي نضيفوا الحبه تاع البيض نخلطوا تانيك مليح، ونضيفوا الزيت تاعنا. بعد ما يتخلطوا المقادير جيدا، هنا انا نعطيكم ملاحظه بالنسبه للبنات اللي قال لك الكاطو هيطلق لنا الزيت ولا الكاطو تاعنا راه يتكمش لنا، نقول لكم لازم عليكم تخلطوا المقادير جيدا، يا بالباطيق يا بالفوي ولا بيدكم خلطوا مليح. المهم خلطنا الزبده مع السكر مع الزيت، معليش تخلطي كاع المقادير في رحبه، خلطي كلش المقادير. من بعد كي خلطنا كاع المقادير السكر والزبده والزيت دابوا مليح جيدا، ضفنا لهم النواة كوكو اللي هو جوز الهند. كما تقدوا هنايا في هذه المرحله تضيفوا شويه تاع لافاني ولا شويه تاع عطر الليمون، لكم الاختيار. نخلطوا جيدا، من بعد نضيفوا نواة كوكو، من بعد نلموا العجينه تاعنا بالفينه كما عودتكم. لازم العجينه تاعنا تكون طريه وما تلاصقش في اليدين. نورقوها ونطبعوها بالطابع تاع القلب وندخلوها في الفرن طيب. هنا بعد ما طيب كل واحد يعرف الفرن تاعه، طيبوها من تحت تاخذ تحميره خفيفه برك، ونعاود نشعلوا ليها تاخذ غير صفارنا من الفوق، ويكون الصابلي تاعنا واجد. هنا الصابلي تاعنا راه يوجد في داك نفس الوقت نوضوا نخدموا الكريمه تاعنا. شنحتاجو في الكريمه؟ مغرف تاع زبده، مغرف تاع زيت، وزوج مغارف حتى 3 مغارف تاع سكر ناعم، ومغرف تاع نواة كوكو. روحوا طريقه التحضير، نديروا الزبده تاعنا. هذه الكريمه صدقوني جربوها تجي شابه، خصوصا لمحبي جوز الهند. هنايا درت ملعقه كبيره تاع زيت، درت لكم كميه غير قليله. في صندوق الوصف ان شاء الله نحط لكم مقادير بكميه كبيره. درنا السكر ناعم، هنايا تقدروا ديروا من 2 حتى 3 مغارف تاع سكر ناعم، نخلطوا جيدا بالباطيق. هنا الا كان باغي تعزوا نكهه بزاف تاع نواة كوكو تقدروا تضيفوا لها عطر تاع جوز الهند، واللي ما عندكمش عطر جوز الهند تقدروا ديروا شويه عطر ليمون الا كان درتو في لاباط، ولا تقدروا تخلوها غير بهكا. ضربوا جيدا كيما تلاحظوا، لازم نضربوها مليح حتى الكريمه تاعنا نشوفوها ابيضات كما راكم تلاحظوا. هنا بعد ما بيضت الكريمه تاعنا دوك نضيفوا الكميه تاع جوز الهند ونضربوا نتحسنوا، نكون صاي ديجا تحصلنا على كريمه تكون شابه وبنينه. هنا ضفت لها عطر الليمون باش تغدي ديك الريحه تاع الزبده. هذا مكان نخلطوا مليح، وهنا نكونوا صاي تحصلنا على الكريمه تاعنا. وهنا في نفس الوقت اللي صابي تاعنا هذا بعد ما طابوا تاخداو تحميره خفيفه، دوك نلصقوا حبه بحبه، نلصقوا الحبات تاع لي صابري تاعنا حبه فوق حبه وندخلوهم في الثلاجه يشدوا رواحهم. هنا كذوبت كميه من الشوكولا بيضاء بدون اي اضافات. واحده الاخت هنا وعدنا شويه جوز الهند وعندنا حبه تاع لوز. هنايا واحد الاخت قالت لي بلي الشوكولا البيضاء لازم تضيفي لها شويه زيت باش تقعد لك طريه، وشكرا على المعلومه. وانا طبقت هذه المعلومه والحمد لله. الشوكولا تاع البيضاء كي ذوبتها درت معها شويه شوكولا عفوا شويه زيت، جات نيشان جات طريه. هنايا نخلطوا نهودوا كاع الزوائد بهذه الطريقه، نقلاصوا الحبات تاعنا هنايا ونرشوها من الفوق. هي عاده كي نطريه نرشوها بكميه لاباس بها من جوز الهند، ونديروا الحبه تاع اللوز للتزيين. وهنا يكون الصابلي تاعنا ديجا وجد. نعاود لكم حبه نقلاصو الصابلي تاعنا عادي. هنا تانيك عندي واحد الاخت قالت لي الشوكولا كي دايرك تخدمي بها على الشوكولا تاعك جايه بيضاء. كاين الشوكولا بيضاء كاين انواع كيما الشوكولا هذا كي تذوبوها تولي اللون تاع عفوا تاع الوجدان
كي تذوبوها يولي اللون تاعها اصفر. انا هذه الشوكولا باعلاه اللون تاعها ابيض باسكو هنايا صراحه خدمت بالشوكولا تاع الميزان اللون تاعها يكون ابيض. هنايا رشينا مليح ونديرو الحبه تاع اللوز. نكمل بهذه الطريقه حتى نكملوا الحبات تاعنا كامل اللي عندنا ونتلاقوا مع بعض. نشوف لكم في صحن التقديم. ها هو اللي صابلي تاعنا في صحن التقديم. هذا الشكل اللي تحصلنا عليه درتها لكم هكا. نتمنى ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وشوفوا الطبقه تاع الكريمه كي تجي دايره محشيه من الوسط والجي صابلي تاعنا بنين بزاف وهشيش. هنا بالنسبه للكميه اللي قطعت لي، هذه الكميه قطعت لي حوالي 10 حبات. انا درت لكم غير كونتيتي قليله، تبغوا تضاعفوا المقادير لكم الاختيار. اما بالنسبه للسعر اللي صحاب لي كوموند وكاع هذا تقدري تحسبيه حتى 100 في الكيلو، بانكم عارفين باللي نوات كوكو ولو شويه غلاو. تحسبيه 100 في الكيلو، والكيلو يكون فيه حوالي ما بين 22 حبه حتى 25 حبه. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم عجبكم. اتركوا عليا يقولكم دمتم في رعايه